السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد في إطار وصفات خفيفة وسهلة لفطور رمضان. اليوم نشارك معكم ثلاثة ديال الاقتراحات، ثلاث وصفات بحشوات مختلفة ولذيذة بزاف على بركة الله. الوصفة الأولى كنحتاج فيها أول حاجة عندي جوج دلاف ديال الفرص، دلافة ديال الفينون، ملح، السكر يمكن لكم تعوضوه بالعسل، ملعقة صغيرة ديال الخميرة ديال الحلوى، الماء دافئ لجمع العجين. العجينه كتكون بحال العجينه ديال الرغايف عاديه ديال المسمن. كندهنها بالزيت ونخليها ترتاح. الحشوه الاولى عندي هنايا 200 غرام ديال الشحمه، كنحكها في الحكاكه بعين غلاطين باش تسرع ليا الذوبان، باش تذوب معايا دغيا. كنزيد عليها واحد البصله كبيره مشلضه، كنخلي ديك البصله كطيح شويش، كنزيد عليها شويه ديال الزيت بلديه، كنزيد شويه ديال الملح، ثوم بودره، شويه ديال البابريكا، الفلفله مشلضه. انا شلطتها شويه في الهشوار. المهم كنخلي هاد الحشوه تطيب، في الاخر كنزيد عليها ربيع معدنوس خضار. كنمشي كنقطع على العجينه، قطعت ديك العجينه على 6 ديال الكويورات بحال الرغايف. كاين هنايا عندي باش نطلق هاد الرغيفات، عندي هنايا الزيت البلديه، وعملت فيه شويه ديال الخميره ديال الحلوى وشويه البابريكا باش يعطيني اللون الذهبي اللي بغيت. كنطلق هنايا الرغيفه الاولانيه، كنمل فيها الحشوه، كنطويها على شكل مربع بحال الرغايف عاديين، وكنخليها على جانب. عاوتاني نمشي نطلق وحده اخرى ونعمل فيها الحشوه، ونعمل فيها داك اللي طلقت في الاول. كنبقى نعمل وحده في وحده وحده في وحده، والاخرانيه ما كنعملوش فيها الحشوه باش هيدا داك الحشوه ما كتخرج لناش من الرغيفات ديالنا. المهم كنستمر على هاد العمليه حتى كنسالي ديك الرغيف ديالي مره صافي. ملي كنسالي ديك الكميه كامله كنعملها في اللاطه اللي غتدخل للفران، وكندهنها بداك الخليط ديال الزيت والتحميره اللي بقات لي، وكنخليها ترتاح. شحال ما خليتوها ترتاح شحال ما كان مزيان. من بعد كنخليوها ترتاح وندخلوها الفران. هنا في الوصفه الثانيه عندي جوج دلايف ديال الفرص، عندي قبيصه ديال الملح، قبيصه ديال خميره الحلوى، شويه ديال السكر يمكن لكم تعوضوه بالعسل عفوا. كنجمعوا العجينه، ما كنديكوها ما والو، كندهنوها بشويه ديال الزيت ونعملوها في بلاصتها ونخليها ترتاح. في الكاس ديال الهشوار عندي ربطه ديال المعدنوس، قزبر، 4 ديال فصوص ديال الثوم، شريحه ديال الليمون. يمكن تعوضوه بالليمون مصير، انا ما كانش عندي، هو كيعطي نفس المذاق. ملعقه ديال هريسه، نص كاس ديال الزيت، اعشاب منسمه، ملعقه بابريكا، ابزار، كمون، ملح حسب الذوق. هنا عندي 200 غرام ديال الكامبا شحاطه في زويته بلديه، وملعقه من داك الخليط اللي طحنت. وفي نفس الشيء كنعمل الخبز الابيض، ونفس الشيء كنعمل الشامبينيون. هنا عندي 500 غرام ديال الشعريه ديال الروز، كنعمل عليها داك الخليط ديال الشرميله اللي طحنت، كنزيد عليها الحوت. كنمشي للعجينه، كنطق العجينه على كبرات الحيده مصغارين بالحجم اللي بغيتو، كنخليها ترتاح، وكنبقى نطلق بالزيت والزبده والخميره ديال الحلوى باش كيجيوني مورقين. كنطلق داك الرغيفات يكونوا رقاقين مره، كنستعن بالمدلك باش يطلقوا لي مزيان، وكنورق بالزبده والزيت والخميره ديال الحلوى. كنطلق الرغيفات هيدا كنطويهم على هذا الشكل، وكنعمل وحده في وحده حتى كنسالي 4 ديال الرغيفات، كل وحده كنعمل فيها رغيفه، 4 ديال الرغيفات، وكنخليهم يرتاحوا مزيان. هما هادو خصهم يرتاحوا مزيان باش كيعطيونا ديك الورقه بحال كيجيو مرقين بحال الورقه ديال البسطيله. كنستمر في هذه العمليه، كنطلق وحده وكنعملها في وحده وكنخليهم يرتاحوا. هنا من بعد ما ارتاحوا كنطلقهم عاوتاني على سمك يكون رقيق بزاف، وكنقطعهم وكنعمرهم بهذه الحشوه ديال الشعريه اللي عملت. كندهنهم بالزيت مخلط مع بابريكا باش يعطيوني هذاك اللون الذهبي، وكندخلهم مباشره كندخلهم الفران، ما كنخليهم لا يرتاحوا لا والو. الوصفه الثالثه عندي هنايا لتر ديال الحليب، زلافه ديال دقيق الفرص، قبصه ديال الابزار، الملح، ثومه بودره، اعشاب منسمه، بيضتين، ملعقه كبيره ديال الزبده، 4 كاس ديال الزيت، اوراق ديال الكزبر. كنطحن كل شيء وكنخليه يرتاح في الوقت اللي غنوجد فيه الحشوه.
الوصفه هنايا عندي 2 بصلات مشلدين، الفلفله حمراء خضراء مشلده حتى هي، الملح، الثوم بودره، بابريكا، الابزار، الكمون. كنزيد عليهم 300 غرام ديال الدجاج مطحون، صدر ديال الدجاج عفوا مطحون، كفته ديال الدجاج. كنخليها طيب مزيان داك الكفته، وانا كنفتحها حتى كطيب مزيان وصافي. كنطفي عليها وكنمشي نطيب الكريب. صافي في المقله ما كتلتصقش كنطيب الكريب ديالي، كيجي على هذا الشكل، كيجي رطاب ومزيون، كيجي خفيف، كيجي رقيق بحال ورقه. صافي كنعمرو بهذاك الحشوه، كندير عليها شويه ديال الفرماج وكنطويه على هذا الشكل مربع. كنستف داك الكريب ديالي في اللاطه اللي عاد تدخل للفرن، كندهنو بالكريمه ديال الطهي، كنعمل الفوق منه جبن. هاد المرحله هذه اختياريه، وكندخلو للفران كيطيب كيتحمر وصافي راه كلشي طايب باش يعطينا هذاك اللون ديالو الذهبي. الرغيفه بالشحمه كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالو النهائي. داك البسيطلات بالشعريه والشامبينيو والحوت كيجيو مشاشين مزيونين مورقين. هنايا داك الكريب مالح حتى هو كيجي مزيون. وصفات ساهلين بزاف ولذاذين، من اهم هادشي لذاذين بزاف. كنتمنى تجربوهم، ورمضان مبارك كريم على الامه الاسلاميه، ويدخلوا عليكم بالصحه والراحه وباش ما تمنيتوا يا ربي. وشكرا بزاف على المشاهده، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. وتقبل الله منا ومنكم صيامنا وصلاتنا وقيامنا وصالح اعمالنا، وتجاوز عن سيئاتها يا ربي يا كريم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.